السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عواشركم مباركة طيبة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله كما جميع البيوت المغربية نقترح عليكم سلو. غادي نحتاجو إن شاء الله 2 كيلو ديال الدقيق ديال القمح محمر ومغربل، كما كتشوفوا. 2 ديال المعالق كبار من حبة حلاوة والنافع اليانسون والشمر محمصين ومطحونين. 250 غرام سكر بودر، سكر ثقيل. 2 ملاعق كبار القرفة مطحونة. هادو النواشف يسهل علينا نخلطوهم هكذا مع بعض يتجانسوا تمام مع بعضهم. كيلو ديال الزنجلان يعني السمسم محمر مطحون عجينة، يعني حتى يسهل علينا المزج. 1/4 كيلو من الطحين الأبيض محمر في الزيت، ما يسمى بتقنتة عندنا في المغرب، تقنتة يعطي للزوجة والليونة ما شاء الله. هنا نص كيلو الفول السوداني مطحون محمر مطحون، عبارة عن عجين الفول السوداني اللي هو كاوكاو بالمغرب. نصف كيلو ديال املو اللي هو اللوز المطحون سائل من غير لا عسل ولا سكر ولا اي دهن يعني. 500 غرام عسل 250 غرام الزبدة الدائبة على شكل السمن، يعني تذوب حتى تصير لونها بني تقريبا بني. نخلط المكونات هذه طبعا، نخلط المكونات مع بعض، ويستحسن بالإيد، يستحسن الخلط بالإيد، وياخد وقت ما شاء الله حتى تتجانس جميع المكونات. يعني نحاول هنا التسريع يبان عندكم يعني تغير في الشكل والشغل. ندخل جميع المكونات مع بعض تمام. طبعا هذا السلو المرمل، مش ماشي داك سلو اللي يكون يعني ميدم او سائل شويه. هذا المرمل يعني الزيت يطلقها مع الوقت. نحك تمام، نحك سمسم، هذا جنجلان حبوب. وهكذا طبعا نستمر في مزج هذه المكونات، ياخد شوية الوقت وياخد شغل وصبر. الحمد لله بعد ما نتأكدوا انه كله تجانس
نضغط عليه بهذه الطريقة، بيطلع الزيت اللي فيه، يعني كل المكونات يطلع الزيوت الطبيعية اللي فيها، ما نحتاجوش يعني انه يكون لزيج. وبنفك جميع الكويرات اللي بتطلع لنا بالفوق. ما شاء الله، نقول الحمد لله الذي أطعمنا هذا من غير حول منا ولا قوة. ربي يديم علينا نعمه ظاهرها وباطنها. طبعا بنزينه بقطع من اللوز محمص ومحمر ومقلي، مقشور ومقلي. يقدم بالصحة والراحة وطول العمر يا ربي، يقدم بالصحة والراحة، بما أنه جميع المكونات اللي فيه مكونات طبيعية، مقويات وطاقة، بينفعنا في رمضان، ولا يخلو فيه، لا يخلو منه أي بيت مغربي ما شاء الله. وإذا وصلتوا لهنا في الفيديو نقول لكم كل سنة وانتم طيبين، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان يا رب أجمعين بالصحة والسلامة وطول العمر والرزق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.